السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة يوميات أم بسيطة. بتمنى كده منكم تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتعالوا كده معايا أقولكوا على وصفة جميلة جدا. مش بس هتلوني شعرك، لأ وكمان هتغذيه. يعني هتلوني شعرك زي ما انتي عايزة، اللون النبيتي، اللون الأحمر الجميل. وكمان هتغذي شعرك، وكمان هنحط كده مكونات كلها فوائد. كل اللي يعني كل المكونات اللي احنا عاملينها دي ما تتعداش كده ال50 جنيه. اول حاجة جايبة ب5 جنيه روزماري. هاتي ورقة وقلم كده واكتبي ورايا المكونات. ب5 جنيه روزماري. وكمان جايبة ب5 جنيه كركديه. وب5 جنيه قرنفل، وب5 جنيه حبة البركة. عايزه اقول لكم المكونات الجميله دي اللي احنا هنعجن بيها الحنه بتاعتنا. وطبعا جايبه حنه من عند العطار، او من عند من الصيدليه، تمام. او من اي حته طبعا بتجيب منها حنه، هتكون موجود حنه 5 خمسات لو عارفاها، او هتجيبي حنه عاديه خالص من عند العطار بتيجي بالربع كيلو كده، زي ما انت عايزه. المهم، هنجيب بقى كده حاجة عشان نغلي فيها المية ونغلي فيها المكونات بتاعتنا دي. هنعمل ايه؟ هنحط معلقة كبيرة من كل حاجة من المكونات دي. معلقة روزماري كبيرة، ومعلقة كركديه كبيرة، معلقة حبة البركة كبيرة، وكمان القرنفل والروزماري زي ما قلت لكم. وبعدين هناخد فنجان من المية وهنحطه على المكونات دي. وطبعا هتغطي عليه كويس جدا، لان المكونات دي طبعا فيها زيوت طيارة ما تطيرش كده واحنا بنغليه. فدايما تفضلي مغطيه عليه كويس جدا، وياخد مع نفسه كده دقيقتين يغلي. وبعد كده تطفي عليه وتسيبيه يهدى خالص يبرد، وبعد كده هنصفيه عشان نبدأ ان احنا نعجن بيه الحنة. بس كده؟ لا، مش بس كده، هنعمل كمان مكونين حلوين جدا للحنة. بس قبل ما نعملهم يلا اقول عليهم. لو ما كنتش كده مشتركة معايا في القناة، انزلي تحت من علامة الاشتراك ونوريني في قناتي، وان شاء الله نفيد ونستفيد مع بعض. ان شاء الله الوصفة دي جميلة جدا وعن تجربة. انا جربتها وهعملها تاني، مش ان شاء الله يعني، بإذن الله هعملها معاكم على طول. فالوصفة دي بجد من حلاوتها جربتها، عملتها مرتين وهعملها كل شهر كده ان شاء الله. خلاص هعتمدها واعمل كل شهر كده بإذن الله مرة. ومش بس ان انتي هتلوني شعرك، لا انتي كمان هتغذي شعرك بحاجات حلوة جدا للشعر. هيتقل شعرك ان شاء الله، هيجدد كده نشاط فروة الراس بجد، وهيعطيكي كده لمعة في الشعر كده، حاجة جميلة جدا. فاستعمليها ان شاء الله وتعجبك. وطبعا كيس الحنة ده هيقضيني مرتين، طبعا على حسب حجم شعرك، او حسب تقول شعرك، او حسب طول شعرك. فانت طبعا اضرب شعرك هيبقى ياخد كمية حنة قد ايه. فالكيس ده بيجي ب10 جنيه. انا هعمله كده على مرتين. هاخد النص الاول، وبعد كده هعين النص التاني ان شاء الله اعمل مرة تانية. فباذن الله هعملها كده كل شهر، تمام. كل شهر كده نعملها مرة، تمام. فحطيت كده نص الكيس، وبعد كده هنجيب ايه؟ هنجيب معلقة كبيرة من العسل الابيض، وهنجيب معلقة كبيرة من خل تفاح لو موجود عندك يبقى جميل جدا. مش موجود هنستبدله بالخل الطعام بتاعنا الطبيعي. كمان لو مش موجود عندك الخل، ممكن تعصر كده ليمونة كاملة على الحنة بتاعتنا. وطبعا وايه كمان هقول لكم، هغلي كده حوالي ربع فنجان من المية المغلية، او نص فنجان من المية المغلية. وهحطه كده في المج بتاعي. وكمان هجيب عليه معلقتين قهوة كبار. مش موجود عندك قهوة، ممكن تستبدليه بالشاي. تحطي كده معلقتين شاي كبار في مية مغلية، وتبدأي ان انت تحطيهم على الحنة. بس طبعا انا بفضل القهوة، لان هي يعني فيها فوائد كتيرة جدا عن الشاي كمان، تمام. هتحطي كده عفوا هتحطي معلقتين كبار من القهوة وتدوبيهم كويس جدا. وتحطي عليهم معلقة كبيرة من العسل الأبيض، مفيد جدا للشعر، هيدي لشعرك لمعة حلوة جدا جدا. بصي النتيجة بصراحة هتبهرك. انتي اعملي الوصفة دي، وبعد كده ردي عليا في التعليقات وقوليلي عمل ايه معاكي. بجد هيديكي نتيجة جميلة جدا. قلتلك مش بس هيلون شعرك، بس عشان نبقى متفقين مع بعض، شعرك لو لونه اسود قوي قوي، هيديكي اللمعة اللي هي النبيتي البسيطة جدا.
جدا. لو شعرك طبعا بني او بني فاتح، لا هيديكي اللون النبيتي المظبوط اللي انتي عايزاه، اللون الاحمر العنابي الجميل ده، فان شاء الله هتديكي اللون ده في شعرك. طبعا احنا هنسيب الحنة على شعرنا حوالي 5 ساعات، فيستحسن ما تاخديش ال5 ساعات بتوع بالليل، لان طبعا الجو حر جدا ومش هتستحملي تقعدي 5 ساعات طول الليل او ان انت تنامي بيها في الحر اللي احنا فيه ده. فيستحسن تعمليها من الصبح للعصر، تمام؟ يعني حوالي كده الساعة 10 للعصر او بعد العصر. وبعد كده بقى خدي شاور حلو واغسلي شعرك كويس جدا، وشوفي بقى اللمعة اللي فيه وادعيلي. بجد الوصفة دي خلاصة فيديوهات كتير او خلاصة حاجات كتير. بصوا ده الملخص بتاع حاجات كتير قوي. فبجد حلوة جدا جدا جدا. مش هنعجن بعسل بس، مش هنعجن بشاي بس وكركديه بس، مش هنعجن ببيض. طبعا البيض والزبادي في الحنة غلط طبعا، قرأت كتير عنها، غلط، لان الحنة بتاعتنا بتبقى فيها نسبة بروتين عالية. فالبيض او البيض او اللبن الزبادي ده كله بيدي الحنة، بيخلي الحنة تنشف شعرك جامد، تمام؟ ويا سلام بقى لو عندك كده معلقة زيت لوز بتتحط على الحنة برضو بتبقى حلوة جدا جدا. فالفكرة دي بجد حلوة جدا، ودي اخر وصفة، يعني اخر حاجة توصلت لها الحنة. مش بس هتحني شعرك وتلونه، لا كمان هتغذيه، وان شاء الله بإذن الله النتيجة تعجبك وهتبقى مرضية جدا جدا. اول حاجه زي ما قلت لكم حطيت الخل، وبعد كده حطيت القهوه، وكمان حطيت العسل في نفس المج بقى كده اللي انا كنت حاطه فيه القهوه. هصفي الخلطه الجميله بتاعتنا دي واسيبها كده 5 دقايق تهدى، وبعد كده هكمل عجين بيها. طبعا هعجن الحنه كويس جدا واتاكد ان النتيجه معايا تمام. طبعا انا حطيت مج من الميه ونص، يعني مج ونص وغلت عملت لي مج ميه، تمام؟ طبعا الغلي بتاعها الميه اللي انا بحطها بتنقص، فانا حطيت مج ميه ونص على كل معلقه من اللي انا حطيتها. غلت كويس جدا عملت لي مج من الخلطة الجميلة دي. طبعا سبتها هدت شوية وبعد كده هعجن بيها. واهم حاجة بقى وانا بعجنها، طبعا الحنة هتاخد يعني مقدار الحنة ده هياخد كل المج اللي معايا ده، بس طبعا هحطه كده واحدة بواحدة واعجن كويس جدا كأني كده بعجن عجينة كده وعايزاها تبقى ناعمة جدا، تمام؟ هاتي كده من تحت لفوق واعجني الحنة بتاعتك كويس جدا. طبعا انا هحط المج ده كله، والحنة دلوقتي هتبقى القوام بتاعها هيبقى القوام المظبوط، ولا تبقى سايبة قوي ولا تبقى جامدة قوي ان هي تبقى ناشفة على شعرك، لا، احنا هنخليها كده القوام اللي هو يمسك في الشعر وفي نفس الوقت ما ينزلش كده مية على شعرك، تمام؟ تمام. بعد ما عجنتها مجهزة ايه، طبعا انا هسيبها ساعة بعد العجين ده قبل ما احطها على شعري، طبعا يعني هسيبها تهدى خالص وترتاح لمدة ساعة. طيب بعد كده هتجيبي مشط او هتجيبي فرشة او هتجيبي حتى جوانتي كده في ايدك كويس، وبعد كده تبدأي ان انت تفرديها على شعرك. طبعا هتفرديها زي ما تسرحي شعرك كده وتخلي الحنة توصل لفروة الشعر كويس جدا. وبعد كده تقفلي على شعرك بكيس نظيف، كيس تلاجة بقى او اي كيس موجود عندك نظيف، تقفلي على يعني تربطي شعرك كويس بيه. طيب وبعد الكيس هتجيبي اللهم صل على سيدنا محمد، هتجيبي قماشة كويسة وتلفي بيها كده شعرك، او هتجيبي طرحة طبعا تكوني مستغنية عنها وتلفي بيها شعرك كويس جدا، وتسيبي الموضوع ده 5 ساعات. 5 ساعات تسيبي الحنة على شعرك ان شاء الله تغذي فروة الشعر وتغذي الشعراية نفسها، وبإذن الله تديكي اللون الجميل في شعرك، وكمان هتدي لمعة حلوة قوي قوي للشعر، وهيفضل كده ما شاء الله معاكي لمدة شهر قدام. فالوصفة دي بإذن الله انا هعتمدها ان شاء الله كل شهر كده وهعملها. ده كده القوام بتاع الحنة بتاعتي. خلاص كده هغطي عليها واسيبها لمدة ساعة، وبعد كده ابدأ ان انا استعملها. دي كانت الوصفة بتاعت النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم وبتمنى تستفادوا منها، وان شاء الله بإذن الله اشوفكم في فيديو تاني، وبإذن الله اقدر افيدكم واقدر اجمع لكم معلومات كتيرة جدا تفيدكم زي ما بتفيدني ان شاء الله.
باتمنى منِّك كده ما تخرجيش من القناة، ما تخرجيش من الفيديو إلا وأنتِ كده مشتركة ومنوراني في القناة، وبإذن الله القناة تعجبِك وتستفادي من كل حاجة بننزّلها. دي كده الحنة بعد ما اختمرت بعد ساعة بالضبط، خلاص كده هابدأ إن أنا أحنّي شعري، وكمان أسيبه بقى لمدة 5 ساعات. النتيجة بصراحة جميلة جدًا ومرضية جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوها وهاستنى تعليقاتكم. وأخيرًا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا